طيب الله مساءكم أينما كنتم أيها السادة والسيدات من الفضائية الإريترية، نحييكم ونقدم لحضراتكم نشرة أخبار هذا المساء، أستهلها معكم أنا عبد الله محمد علي بالعناوين. الرئيس حسن الشيخ محمود يقادم البلاد مختتما زيارته لإريتريا. إريتريا والصومال توقعان على مذكرة اتفاق. تنظيم مهرجان الإريتريين في ألمانيا. عدد سكان العالم سيبلغ 8 مليارات نسمة قبل نهاية العام. الاتحاد الأوروبي يخفض توقعاته للنمو الاقتصادي ويتوقع ارتفاع التضخم. وناسا تكشف عن أعمق صورة للكون على الإطلاق. إلى التفاصيل. قادم البلاد صباح اليوم رئيس جمهورية الصومال الاتحادية حسن الشيخ محمود مختتما زيارته إلى إريتريا التي استغرقت 4 أيام في الفترة من 9 وحتى 12 من يوليو، تلبية لدعوة الرئيس إسياس أفورقي. وتعكس الزيارة العلاقات التاريخية الأخوية والصداقة بين الشعبين الإريتري والصومالي. وتفقد الرئيس حسن الشيخ محمود خلال الزيارة يرافقه الرئيس إسياس أفورقي برامج التنمية عامة في الإقليمين الجنوبي وشمال البحر الأحمر، وخاصة مشاريع تأمين وإدارة المياه والزراعة والألبان ومشتقاته والطاقة المتجددة والبنية التحتية. وزار الرئيس الصومالي القوات الصومالية التي تتدرب ل3 أعوام في إريتريا، وأشار في الكلمة التي ألقاها إلى القضايا الكبرى في الصومال وأولوياتها، موضحا بأن حكومة وشعب الصومال ينتظر منهم باعتبارهم جزء هام من الجيش الوطني الصومالي المساهمة لإحلال سلام وأمن وتنمية وطنهم. وأجرى الرئيس إسياس أفورقي وأخيه الرئيس حسن الشيخ محمود مباحثات سادها التفاهم في الأوضاع الراهنة في البلدين والعلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية. وانطلاقا من تقارب وجهات النظر اتفقا على الدفع بالتعاون في المجالات السياسية والدبلوماسية والأمنية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية. وتوصل الرئيسان إلى التفاهم على العمل المشترك لإحلال السلام والاستقرار والتعاون والتنسيق الإقليمي في القرن الأفريقي. وقدم الرئيس إسياس أفورقي بمناسبة الزيارة الهامة الشكر الجزيل للأخ الرئيس حسن الشيخ محمود باسم شعب وحكومة إريتريا. وشكر رئيس جمهورية الصومال الاتحادية حسن الشيخ محمود حفاوة الضيافة والاستقبال الذي وجده من شعب وحكومة إريتريا والأخ إسياس أفورقي. وقعت إريتريا والصومال على اتفاقية مشتركة خلال زيارة رئيس جمهورية الصومال الديمقراطية للبلاد التي استغرقت 4 أيام. التفاصيل في سياق التقرير مع الزميلة سعاد صالح. مذكرة اتفاق مشترك بين دولة إريتريا وجمهورية الصومال الاتحادية. انطلاقا من الروابط التاريخية والأخوية بين دولة إريتريا وجمهورية الصومال الاتحادية والصداقة المشتركة القوية بين الشعبين الإريتري والصومالي، ونظرا للمصالح المشتركة الكبيرة بين شعبي البلدين، وإدراكا بأن النضال الناجح الجاري في الصومال ضد الإرهاب ليس أولوية لسلام وأمن الصومال وحسب، بل لعموم القرن الإفريقي، وتفهما عميقا لأهمية السلام وتنمية الصومال للتكامل الاقتصادي الإقليمي والازدهار، تتفق إريتريا والصومال في المجالات التالية: 1. تعزيز العلاقات الشعبية بما في ذلك الجاليات. 2. تقوية التعاون السياسي والدبلوماسي للحفاظ على المصالح المشتركة للبلدين وتقويتها. 3. توسيع التعاون الاقتصادي والاجتماعي بالاهتمام الخاص على التجارة والاستثمار والمياه والزراعة والثروة السمكية والصحة والتعليم. 4. تمتين العلاقات والتعاون في المجالات الثقافية والفنية والرياضية والعلوم والتقنية. 5. تعزيز التعاون لحماية وتنمية البيئة بالاهتمام لمكافحة الكوارث الطبيعية والأوبئة.
6. التعاون في الدفاع والأمن لضمان السلام والاستقرار والأمن. 7. السعي المشترك للتعاون الاقتصادي والتنسيقي في القرن الإفريقي من خلال خلق علاقات دافئة. وقع في 12 من يوليو لعام 2022 في العاصمة أسمرة الرئيس إسياس أفورقي ممثلا لدولة إريتريا، الرئيس حسن شيخ محمود ممثلا لجمهورية الصومال. بدأت اليوم 12 من يوليو في الإقليم الأوسط حملة الطلاب التنموية الصيفية. وشارك في الحملة التي تستمر حتى 20 من أغسطس أكثر من 7000 طالب، بالإضافة إلى رعاتهم من المعلمين والمهنيين الزراعيين. وأوضح مسؤول حملة الطلاب التنموية في وزارة التعليم السيد أبراهام برهة أن الطلاب سيعملون لحماية التربة وحفظ المياه والسلامة المرورية. وكانت حملة الطلاب التنموية الصيفية قد بدأت في إقليم جنوب البحر الأحمر في 13 من يونيو، وضعا في الاعتبار الأوضاع المناخية في الإقليم. نظم يومي 9 و10 من يوليو في مدينة جيسن الليوبيل الفضي لمهرجان الإريتريين في ألمانيا تحت شعار خيارنا المستقل عزتنا، وبمشاركة آلاف المواطنين. واشتمل المهرجان الذي شارك فيه حكام الأقاليم الإريترية على سيمينار في الأوضاع الراهنة للبلاد وبرامج ثقافية وفنية ترفيهية واستضافة أصدقاء إريتريا الأجانب وبرامج أطفال ومسابقات أدبية وعرض للصور يعكس مسيرة 25 عاما وفعاليات توضح العلاقات الإريترية الإقليمية والدولية وتحديات أفريقيا. وقال مسؤول الشؤون الشعبية والجماهيرية في السفارة الإريترية السيد كحساي تولده أن الشعب الإريتري استطاع بوحدته المتينة وتصديه القوي تحقيق استغلاله من الاستعمار وإفشال أحلام القزاة، ويعمل لإنجاح التنمية بتحويل الأوضاع لمصلحته. من جانبه أوضح القائم بأعمال السفارة الإريترية في ألمانيا السيد يوهانس ولدو مضمون المهرجان ودوره في الدفع بالتماسك الوطني. وقدم حاكم إقليم عسبة السفير عبد الله موسى في السيمينار الذي عقده للمشاركين في المهرجان توضيحا حول حزمة برامج التصدي وتطور السلام والصداقة والشراكة في القرن الأفريقي ودور إريتريا فيه، وعلاقات إريتريا مع دول الجوار وغيرها، وأولويات برامج التنمية ودور المواطنين ودور الدبلوماسية الشعبية في هذه المرحلة وتطورات الأوضاع في المنطقة. وتم في المهرجان بحث الأوضاع الراهنة في إريتريا باللغة الألمانية بمشاركة مختلف المنظمات الألمانية والضيوف المدعوين وجمعية الإريتريين الألمانيين. وقدم قنصل إريتريا العام في فرانكفورت السيد كبرى أبتخست ورقة حول تحديات الشباب، وأحيت فرقة إيري باند للشباب وفرقة والتا التي ذهبت من إريتريا أمسيات فنية في المهرجان. دعا الاجتماع التقييمي للعملية التعليمية في مديرية أمن حيلي للعمل المنسق بين المدراء والمعلمين وأولياء الأمور لتطوير الخدمات التعليمية. وأوضح المشرفون التربويين في الاجتماع الذي عقد في 8 من يوليو أن مقاطعة التعليم والتأخير والاهتمام المتدني من أهم الإشكاليات، وطالبوا بالقيام بحملة توعوية مكثفة لمواصلة الطالبات في المناطق البعيدة لمقاطعتهن الدراسة وبدء الأطفال التعليم في العمر المحدد وحل النقص في الكتب والأثاثات الدراسية. ودعا مسؤول التعليم في المديرية الأستاذ مريح كيروس للدفع بجهود تحسين نتائج الطلاب التي كانت في مستوى جيد هذا العام في المراحل التعليمية الثلاث. من جانبه دعا مسؤول التعليم في الإقليم الجنوب الأستاذ هبتزق كيدان المعلمين للتفاني لنقل المعرفة إلى الطلاب وتعزيز المجتمع تعاونه مع المعلمين. كما دعت مدير مديرية أمن حيلي بالإنابة السيدة ترحاس فقاد المؤسسات للمساهمة للدفع بالعملية التعليمية. سيداتي سادتي إلى فاصل ثم نوافيكم بالأنباء العالمية.
أعلنت إدارة الأمم المتحدة للشؤون الاقتصادية والاجتماعية عن توقعات بأن يصل عدد سكان العالم إلى 8 مليارات نسمة في 15 من نوفمبر المقبل، مستشرفة أيضا حلول الهند محل الصين لتصبح الدولة الأكثر تعدادا للسكان عام 2023. وقال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتريش في بيان أنه في حين يتوقع أن يبلغ عدد سكان العالم 8 مليارات نسمة، فإن ذلك هو تذكير بمسؤولياتنا المشتركة للاعتناء بالكوكب ولحظة للتفكير بالالتزامات حياة بعضنا البعض، والتي ما زلنا لا نحترمها بدون أن يذكر حالات ملموسة. وبحسب إدارة الأمم المتحدة للشؤون الاقتصادية والاجتماعية، فإن عدد السكان العالم ينمو حاليا بأبطأ وتيرة له منذ عام 1950، وقد يصل إلى نحو 8.5 مليارات نسمة عام 2030 و9.7 مليارات نسمة عام 2050، مع توقع أن يبلغ ذروته مع نحو 10.4 مليار نسمة في سنوات عام 2080، على أن يبقى بهذا المستوى حتى العام 2100. قال وزراء مالية منطقة اليورو أن محاربة التضخم هو الأولوية الحالية على الرغم من تراجع النمو في المنطقة، بينما أطلعتهم المفوضية الأوروبية على توقعات اقتصادية متدهورة. وفي اجتماع دوري لما يعرف بمجموعة اليورو، قدمت الزراعة التنفيذية للاتحاد الأوروبي تحديثا لتوقعاتها الاقتصادية يظهر تباطؤا في النمو وزيادة في التضخم، حسب ما قال فالديس رامبودفسكيس نائب رئيس المفوضية على هامش الاجتماع. وحذر باولو جنتيلوني مفوض الشؤون الاقتصادية من تزايد المخاطر على الاقتصاد، بينما قد تقطع روسيا إمدادات الغاز إلى أوروبا. وقال أن بروكسل قد تتبنى عدد من التدابير لتقليل ضغوط التضخم من واردات الغاز، بما يشمل تحديد سقوف للأسعار، رغم أنه لم يتم اتخاذ أي قرار بشأن ذلك حتى الآن. نشرت وكالة الفضاء الأمريكية ناسا أعمق صورة للكون على الإطلاق يتم التقاطها بالأشعة تحت الحمراء، ظهرت فيها بعدسة التلسكوب الفضائي جيمس ويب آلاف المجرات التي تشكلت بعيد الانفجار العظيم قبل أكثر من 13 مليار سنة. وقال الرئيس الأمريكي جو بايدن في حفل أقيم بالبيت الأبيض ونشرت خلاله باكورة حصاد التلسكوب الفضائي أن هذه الصورة العلمية والملونة والتي التقطت بالأشعة تحت الحمراء هي الأولى من نوعها وتمثل يوما تاريخيا. ونشرت الصورة بعد 6 أشهر من إطلاق جيمس ويب، أقوى تلسكوب فضائي على الإطلاق. وتأتي اللمحة الخاطفة التي عرضها البيت الأبيض لأول صورة عالية الدقة وملونة بالكامل التقطها تلسكوب ويب عشية الكشف الأكبر عن صورة بيانات طيفية تخطط ناسا لعرضها في مركز جود وارد لرحلات الفضاء في ماريلاند. ارتفعت حصيلة ضحايا الأمطار الموسمية في باكستان خلال شهر إلى 147 شخصا، وفي وقت سابق لقي عشرات الأشخاص مصرعهم وشرد المئات جراء الفيضانات الشديدة التي ضربت باكستان، وذلك بعد أن اجتاحت الأمطار الموسمية البلاد وفقا لما نقلته وكالة رويترز للأنباء. في إقليم بلوشستان الجنوبي لقي 57 شخصا بينهم نساء وأطفال مصرعهم بعد أن جرفتهم مياه الفيضانات، وفقا لضياء الله لانغوف مستشار شؤون الكوارث والشؤون الداخلية في الإقليم، مضيفا أن 8 سدود انفجرت بسبب الأمطار الغزيرة. وأضاف لانغوف أن مئات الأشخاص أصبحوا بلا مأوى بعد انهيار منازلهم بسبب الأمطار والفيضانات، مضيفا أن الأمطار الموسمية مستمرة.
ختاما تذكير بأبرز العناوين. تتم زيارته لإريتريا. إريتريا والصومال توقعان على مذكرة اتفاق مشترك. تنظيم مهرجان الإريتريين في ألمانيا. عدد سكان العالم سيبلغ 8 مليارات نسمة قبل نهاية العام. الاتحاد الأوروبي سيخفض توقعاته للنمو الاقتصادي ويتوقع ارتفاع التضخم. ناسا تكشف عن أعمق صورة للكون على الإطلاق. دمتم في أمان الله وحفظه.